هو إيه حكاية بدلة وعصاية عم أيوب؟ الشخصية اللي مثلها الفنان الكبير محمد صبحي في مسرحية الجوكر. تعرف إن عم أيوب شخصية حقيقية مش مجرد شخصية خيالية وخلاص؟ تعالوا أحكي لكم الحكاية بالظبط. الفنان محمد صبحي دايما كل شخصية بيمثلها من كتر ما هو بيتقمص فعلا الدور بننسى خالص إن الفنان محمد صبحي بيمثل الشخصية وبنعيش مع الشخصية كأنه فعلا شخص حقيقي قصادنا، مش تمثيل زي طبعا ونيس وعلي بمظهر وطبعا عم أيوب اللي هو قصتنا النهاردة. شخصية عم أيوب في مسرحية الجوكر اللي على طول أول ما بنقول عم أيوب بتفتكر شكله، الصلع والشعر الناعم اللي نازل على الجنبين وعصايته اللي بيتعكز عليها وبطئه جدا في الحركة والفهم وكل حاجة تقريبا. أكيد فاكرينه كلنا بكل التفاصيل. شخصية عم أيوب هي شخصية حقيقية في حياة الفنان محمد صبحي، هي نفس شخصية زوج عمته، وخد من الشخصية ومثلها على المسرح، وكان فعلا زوج عمته بطيء جدا في الحركة زي عم أيوب بالظبط وبينسى كتير جدا. حتى العصاية اللي موجودة مع عم أيوب في المسرحية كانت هي كمان مع الشخصية الحقيقية في الواقع. أما بقى كشكل فشكل عم أيوب هو من اختراع الفنان محمد صبحي،